السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا الآن إليكم عقب ما نظفنا السمك ومشتقات السمك أو نقول ثمار البحر. عندنا الآن التتبيلة مكونة من ليمون وبقدونس وثوم وملعقة كمون وملعقة ملح وفلفل حار وكزبرة ناشفة وفلفل أسود وبهارات السمك برضو، وعندنا اللي هو الكاري الهندي الحار، وعندنا الثوم المطحون، وعندنا الفلفل المعجون، وعندنا برضو الكمون والبصل والطماطم والكزبرة الخضراء. نجي الآن نحط الثوم والبقدونس، نجي نحط ملعقة الكركم والملح، والفلفل معاها. طبعا كلها تطبخ مع بعض، عفوا مو تطبخ قصدي تطحن مع بعض. ونجي نحط ربع ملعقة فلفل أسود، هذه طبعا تتبيلة، وملعقة كاملة كزبرة، وملعقتين من بهارات السمك، والكاري ملعقتين وربع عشان تعطي نكهة لتتبيلة السمك، وملعقة ثوم لأن في ثوم